بصوا، في موضوع كده عايزه اتكلم معاكم فيه، بس انا مش عارفه اجيبه ازاي او اتكلم فيه من اي ناحيه. انا طبعا من الناس اللي متابعه الاستاذ العظيم الاعلامي الصديق الجميل اسامه منير. انا بعشقه فعلا. فمتابعاه، انا تقريبا متابعه اسامه منير ده من زمان جدا، من وانا صغيره، يعني من وانا مثلا في الاعدادي. انا مش عايزه اكبره او يعني تقريبا. فانا متابعه اسامه منير، وناس زمان كانوا بيكلموه. طبعا في فرق كبير جدا ما بين المكالمات اللي كانت بتيجي لاسامه منير زمان عن المكالمات والكوارث اللي بنسمعها. بس خلوني هنتكلم في الموضوع ده بعدين. انا اندهشت من مكالمه غريبه جدا. راجل عمل مداخله معاه، وطبعا ما رضاش يقول اسمه. قال له انا فلان، انا عندي مشكله، وانا حاسس ان هي مشكله. انا راجل متجوز وموظف كويس جدا، وباخد مرتب شهري يعني كويس، وعندي اولاد، ولكن انا عندي مشكله. قال له هي مشكلتك؟ قال له انا مراتي جميله مش وحشه، وست عظيمه، ومش مخلياني عايز حاجه، وفي نفس الوقت انا يوميا مش عارفه اجيبها لكم ازاي والله. يوميا بخرج من بيتي ببحث عن اي ست غنيه. قال له لا انا مش فاهم، طب ممكن تفهمني اكتر؟ قال له انا مش عايزه اشتغل، يعني انا بدات ان انا استسهل ومش عايزه اشتغل، يعني مش عايز اروح شغلي، مش عايز اعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا اصحى من النوم ابتدي اخرج، لو هخرج مع اصحابي، او ان انا ابتدي اتوجه لاماكن معينه عشان اصطاد منها الست الغنيه. قال له يعني ايه برضو؟ انا مش فاهم، يعني انت بتصطاد ست غنيه هتعمل بيها ايه؟ قال عشان تصرف عليا او تعيشني في مستوى معين، او ان انا ما اصرفش من جيبي. قال له طب انت، سؤال، خلينا نمشي مع بعض واحده واحده. طب انت بتختار الست الغنيه دي بناء عن ايه؟ قال له بناء عن عربيتها. قال له عربيتها يعني طب انت بتشوف عربيه، يعني انت شفت ست في مكان ما؟ قال له تمام، بيبقى فيه يعني حاجه في المظهر، او بتبقى مثلا تبع حد من صحابي، او تبع ناس من معارفي. وانا عموما بقيم الست من مستواها المادي، من سواء بقى لو ساكنه في فيلا عكس ما هي ساكنه. فانا تقييمي بصراحه على حسب عربيتها، على حسب شكلها، على حسب ان هي لو عايشه في فيلا عكس ما هي عايشه في شقه. يعني ده تقييمي، وعلى حسب بقى معرفتي بيها، وعلى حسب يعني انا بعد شويه بقول لها ده انا عيد ميلادي قدامه يومين، ده انا عندي مناسبه ما، فبشوفها تتصرف معايا ازاي ماديا. فبالتالي من هنا بعرف اذا كانت الست دي معاها فلوس ولا معهاش فلوس. قال له طب ما ممكن تاخدها على فلوسها. قال لي ما خلاص، يعني انا باخد غرضي منها شويه وبتمتع معاها شويه، لو كنا بنسافر، لو كنا بنخرج، لو كنا بنعمل يعني كده، وبعد كده خلاص بشوف اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. قال له طب ماشي، بس دي مش حياه، انت كده بتضيع حياتك، وبعدين مش صح، واكيد الموضوع ده داخل فيه زنا، وانت راجل مسلم، انتوا متخيلين؟ فانت كده بتعمل كباير، يعني انت كده. طب انا عايز اسالك سؤال، هي الست، انت اي ست يعني عادي بتاخد وتدي معاك؟ قال له انا ربنا مديني شويه وسامه وشويه جاذبيه، فانا بستغلهم في الحته دي. وبعدين انا مش بختار اي ست، يعني انا بختار الستات اللي هي في ستات على فكره بيكون لهم مشاكل مع جوازهم وبتعرفني، وفي بعض الستات اللي هم مثلا كبار في السن وتبقى عايزه واحد يبقى معاها، وفي بعض سيدات مش عارف قاعد بقى يعد بقى، وسيدات من مش عارفه منين ومنين ومن دول ايه، فبتعرف بيهم قصص دي. قال له طب انا عايز اسالك سؤال، انت كراجل مرتاح؟ قال له لو انا مرتاح مش هكلمك المكالمه دي، انا مش مرتاح، انا حاسس ان انا مش راجل. قال له ما هو بالفعل انت كده مش راجل، لان مفيش راجل يسمح ان ست تصرف عليه، مفيش راجل يسمح انه واحده ست هي تكون السبب الرئيسي في اكله وشربه ونومته. ربنا ميز الرجاله ان الرجال قوامون على النساء، يعني انت لازم تكون انت الاقوى، وانك انت تكون انت اللي بتصرف، وانت اللي بتدي كل حاجه. والست دورها حتى لو معاها فلوس، حتى لو كده برضو مطلوب ان هي ترتبط براجل. وبعدين انا شايف ان انت متجوز بتقول مراتك مش وحشه، ليه بتعرض نفسك وبتعرض ولادك وبعد كده يعني انت بتقول انا نفسي متضايق؟ طب انا عايز اسالك سؤال تاني، هل كان في مشاكل اسريه مع مامتك وباباك؟ قال لا، بس انا كان اتربيت في بيئه بابا كان بخيل نوعا ما، وماما حريصه جدا.
قال له يعني نقدر نقول انت في بيت مش شبعان مثلا. قال لي يعني بص، هو بسببهم برضو فيهم يعني طول الوقت حاسس بحرمان، حتى لو انا معايا فلوس حاسس بالحرمان، حتى لو معايا فلوس مش عايزه اصرف. قال له طب مراتك اللي في البيت دي انت بتصرف عليها؟ قال له اه انا ما بصرفش على حد غير مراتي. طب مشبع مراتك؟ قال له اه على قد امكانياتي بديها وبصرف عليها وعلى ولادي. قال له طب ما خلاص اقتنع وارضى بنصيبك وقسمتك، وبعدين انت ممكن تروح لدكتور نفساني تتعالج معاه، مش عيب. بدل انت اعترفت ان انت الحاجه اللي انت بتعملها دي غلط، وانت شخص مش راضي عن ده، فخلاص انت سهل جدا ان انت تتعالج. اهم حاجه ان احنا نقتنع باخطائنا. وبعدين معلش، انت فاهم يعني ايه تعمل علاقه او تدخل لواحده متجوزه عندها مشاكل مع جوزها وتدخل؟ دي قصه تانية، ده ذنب اكبر، دي كارثه. ومفيش راجل يحمل اسم راجل ورجوله يعمل الافعال اللي انت بتعملها. فيا جماعه عايزين يعني خلاصه المكالمه دي، الراجل راجل والست ست. حتى لو انت مرتبط بواحده تمتلك مال قارون، فين رجولتك؟ فين انت ازاي تقبل على نفسك ان واحده ست تصرف عليك؟ انت ازاي تقبل على نفسك ان واحده ست يكون لها خير عليك؟ ما هتيجي في يوم من الايام لو انتوا اختلفتوا مع بعض هتقولك انا عملت وسويت واكلتك وشربتك ونيمتك وعملت، وهتعايرك. ولا انت هتبقى راجل لا مبالاه ما بتحسش؟ فاللي عايزه اقوله ارضوا. الرضا ده حاجه مهمه جدا، وكل واحد فينا لازم يرضى باللي ربنا قسم له بيه. كلمه الرضا دي مهمه جدا في حياتنا. لو كل واحد قال الحمد لله وبقى عنده حته الرضا من جواه، صدقوني مش هيبقى فيه مشاكل، ولا هيبقى فيه خيانه، ولا هيبقى فيه زنا، ولا هيبقى فيه. كلنا لو كل واحد راضي عن عيشته وراضي عن اسمته وراضي عن اي اسم ربنا اداهاله، مش هيبقى فيه مشاكل في حياتنا. بس